ناجح في القفص بتاعه بس. تخيل دلوقتي ان التعليم ده مصنع، انت بتدخل من باب الحضاره كماده خام وبتخرج كمنتج جاهز للاستخدام. ليه يعني الرأسمالية عملت كده؟ أولا الرأسمالية بكل ذكائها والأمريكان وكل هذا الكلام هيفكروا فينا يعني كده يعني هم عايزيننا فشلا للدرجة دي؟ لا، هم برضه مش عايزيننا فشل، هم عايزينك ناجح وظيفيا. بص عشان ما تقولش ان انا ببالغ، خليني اقرا لك الكتالوج او السيستم اللي شغال عليه الرأسمالية. سنة 1906 على ايد فريدريك جيتس، ده المستشار المقرب لروكفيلر. روكفيلر ده اغنى راجل في التاريخ. الراجل فريدريك ده هو اللي حط الاساس للمجلس العام للتعليم. كتب تقرير رسمي في منتهى الاهميه، استنى هقراه لك. بيقول لك ايه؟ اسمع معايا كده. لك لن نجعل هؤلاء الناس او اي من اطفالهم فلاسفه او رجال معرفه او رجال علم. ليس علينا ان نخرج من بينهم مؤلفين او خطباء او شعراء او ادباء. لن نبحث عن أجنة فنانين عظام أو رسامين أو موسيقيين، ولن نرعى حتى الطموح المتواضع لتخريج محامين أو أطباء أو وعاظ أو رجال دولة من بينهم. المهمة التي نضعها أمام أنفسنا بسيطة لله. سنقوم بتنظيم الأطفال وتعليمهم أن يفعلوا بطريقة مثالية الأشياء التي يفعلها آبائهم وأمهاتهم بطريقة غير مثالية. انت متخيل ان ده مش كلام مؤامره ولا كلام ايش؟ ده امر تشغيلي، ده كلام رسمي من ناس رسمي.